كلنا شفنا الانجاز اللي صالح طربون عمله في بطولة الكينجز ليج مينا. شوية مواهب مصرية، مواهب بجد مش كده وكده، وكلنا اشدنا بيه لاني هو اللي في الصورة، وده حلو ما قلتش حاجة. بس الاحلى بقى اننا نسلط الضوء على الابطال الحقيقيين اللي عملوا الانجاز ده. اول الابطال دولت واللي قلب الدنيا حارس فريق طربون اسلام شيح، الحارس الوحيد في البطولة اللي جاب هدف. لا وايه، مش اي هدف، حاجة كده مهاجم سوبر. بالنسبة لنا كان اول مرة نشوف حارس بيعرف يلعب برجله مصري وكمان بيجيب اهداف. انما بالنسبة لاسلام شيحة فاحب اقدم لك ده اسلام شيحة، باكورد في ملعب خماسي عادي جدا. وبنيجي نقول بعد كده احنا ما عندناش حراس في مصر بتعرف تلعب برجلها، احنا المواهب قليلة في حراسة المرمى. طب ما اسلام شيحة اهو اخواتي. اقول لك على حاجة المفاجأة، اسلام شيحة ده ما بيلعبش في الدوري المصري، بلاش ما بيلعبش في الدوري الدرجة التانية، بلاش ما بيلعبش في دوري درجة تالتة. اسلام بيلعب تقريبا في مثلا يعني نادي درجة رابعة. انا هوريك برضو صدى دي في الاخر بينالتي. ده اسلام بيبني هجمة، تمام. بص بقى اسلام يعني، ده يا جدعان حارس مرمى. انا والله العظيم انا هسيب لكم انتوا التعليق، كمل وحطها بدماغه. ده نفس الجون اللي جابه في البطولة عادي بيجيبه، فاهم، زي السلام عليكم. فدي بقى ضربة جزاء مع الفريق اللي هو بيلعب فيه، معرفش بصراحة، بس هو فريق يعني معدوم. رسالة لأي حد بيقول ما عندناش مواهب في مصر في حراسة المرمى، أحب أقول لك ادعك عينك وإسلام شيحة.